والله والله والله، اللي أجل نزلته، اللي ناوي ينزل على سوريا وأجل نزلته لبعد العيد، هذا ما بعرف ايش بدي احكي عليه. لك أحلى عيد في عمرك بعد 14 سنة، تمام، غربة. التكبير اللي بتسمعه باليوم الوقفات في العيد وبهجة العيد بسوريا، لك قسما بالله ما رح تحس ولا حسيت بطعمتها في كل غربتك. مشان اسبوع اسبوعين والله بدي انزل بعد العيد، لك حتى لو بعد شهر، بعد العيد بشهر، ايش تفرق معك هذا الشهر؟ ايش تفرق معك؟ ايش بده يأثر عليك؟ لك عم تترك فرحتك وبتترك الشي اللي بينسيك همك وغربتك وكل شي مآسي قضيته بالغربة، بأيام العيد اللي بهجته توصل لآخر العالم. والفرحة هاي ما حدا بدوقها ولا حدا بحس فيها إلا اللي دايقها. أيام العيد اللي بسوريا والعيد اللي بيعدي على سوريا ما بيعدي على أي بلد عربي وأجنبي. المعروف الشعب السوري ببهجة العيد اللي عنده، لكن بينسي الهم. قسما بالله بنسي الهم. تركت العيد اللي مشان تأجل روحتك على سوريا بس أسبوع ولا شهر، ما أنت رايح ورايح. بس كون أنا وياه، لا تشوفني رايح قبل العيد ب10 أيام بس لأحس بهي الطعمة، هي بهالبهجة العيد اللي بتداوي الجروح. روحت نص عمرك انت هلا ضمنان تعيش العيد اللي بعده وتشوفه بسوريا. لك قسما بالله اللي نزل على سوريا اللي صار عنده العيد عيدين، العيد عيدين صار عنده. لا يقول لك ما في شغل، ما في شغل، قل له اسكت. الفرحة هي بتسوى مال الدنيا كلها. العيد اللي بدي اقضيه اسأل اللي هلا نزل، قل له شلون العيد عندك. اخ، اللي بحصت هاي النزلة يعلق وديله اياها، ده اللي ما نزل.